هنفضل لامتى اخواتنا الزملكاويه شايفين ان هم مظلومين وعندهم اضطهاد بسبب الاهلي؟ طب هل الاهلي هو اللي سرق منهم او ان هو اللي ضيع منهم ارض اكتوبر؟ هل الاهلي هو اللي خد منهم، هو اللي ضيع منهم البطولات اللي فاتت دي كلها؟ هل الاهلي اللي منعه يشارك في افريقيا 23 سنه ياخد دوري ابطال افريقيا؟ ليه حاطط الاهلي في حساباته ان هو سبب الازمات ومعلق مشاكله دايما على الاهلي؟ لان النادي الاهلي، بص يا كابتن احمد، انا لما اكون ناجح، يعني انا اسف، لا انت لما تكون ناجح وانا راجل فاشل، وعلى مدار سيره حياتي انا فاشل وانت ناجح، فاكيد انا النهارده بصاب بعقده نفسيه تحتاج الذهاب الى العباسيه. كابتن احمد، احنا عندنا اغنيه حلوه قوي بتقول محتاج دكتور نفساني لكل لكل مشجع ابيض لكل مشجع ابيض، يعني محتاج يعقل من عايز تاني. يعقل من تاني. مخه مخه عايز عايز ايه؟ يتظبط. بس وشيزوفرينيا ده الحقيقه، بالظبط. عامل نفسه نيرون الشيزوفرينيا راكب حصان الحقيقه في عامل روما. نفسه نيرون واكب حصان في روما وعدى حاله الجنون. عدى حالته حرام الجنون. عليك يا اهلي، هي بقى جننت الجمله دي اللي البوابين. كتبها، الجمله دي اللي كتبها، انا بقول له شابوه. انت لخصت مجهودات انا سنين. لخصت حرام عليك الحكايه يا اهلي، بس. جننت البوابين. اعالجوا ازاي دلوقتي جننت والعقده من البوابين، سنين؟ اعالجوا ازاي دلوقتي والعقده من سنين. والعقده من سنين بالظبط. انت اللي بس كتب الاغنيه دي، انا فعلا اقف وادي له تحيه وتعظيم سلام واقول له انت لخصت حاجات كتير طب في جمله، في سطر يعني واحد.